يا اخي اي لاف يو، وعلشان كده هديك اداه ودانك حلوه تسمع. اسمع كده. بالنسبه للبي دي اف، بيعدل ويحول البي دي اف لوورد او الصور لبي دي اف، وبيدمج ملفات البي دي اف مع بعض. كل ده كوم، وانه يشيل باسوردات من ملفات البي دي اف ده كوم تاني خالص. وبالنسبه للصور فهو بيشيل خلفيه الصور وبيدمج الصور وبيشيل عناصر انت مش عايزها في الصور، وكمان بيطلع الكتابه من الصور وبيعمل صور بالذكاء الاصطناعي. لسه مستعجل ليه؟ في الكتابة بيكتب مقالات وبيعيد كتابة الجمل وبيحل الامتحانات وبيكتب بوستات على السوشيال ميديا. كل ده وكمان بيعمل ايه في الفيديو؟ بيقلل حجم الفيديو وبيحول الفيديو لصور GIF، وبيحول الفيديوهات لتراك صوت، وبيحول الصوت لكتابة وحاجات تانية كتير. هتقول لي فين الأداة العجيبة دي؟ هقول لك هتلاقيها في أول كومنت. وده ليه؟ لأنكم مش زي أي حد، وأنا لازم أكسبكم كتير. تحياتي.